النهارده جاي اكلمكم عن عاصمة اكتوبر الجديدة كومباوند بادية بالم هيل. بادية مش مجرد ميجا بروجكت، بادية 3000 فدان، يعني بكلمك على مدينة جوه مدينة. لوكيشن الكومباوند مميز جدا لان انت قريب جدا للطريق الدائري، قريب جدا لميدان جهينة، وده بيسهل عليك ان انت توصل للكومباوند من اي حتة في القاهرة الكبرى. قريب جدا لمدينة الانتاج الاعلامي والشيخ زايد وجامعة اكتوبر ومطار 6 اكتوبر. الكومباوند بيتكون من 4 مراحل رئيسيين. النهارده جاي اكلمك على المرحلة الجديدة، مرحلة الا اكستنشن. دي من التطويرات الجديدة للمشروع اللي بتهدف لتوفير وحدات سكنية جديدة بتصميمات حديثة. ياسين منصور لما قرر ان هو يشتغل على مشروع بالحجم ده كان عنده لونج تيرم فيجن. انا بكلمك على حجم استثمار يقدر ب 30 مليار جنيه مصري من شقق وتاون هاوسز وستاند الون، بالاضافه طبعا للمرافق والخدمات اللي موجوده جوه الكومباوند، كوميرشال اريا، مدارس انترناشونال ومستشفيات وعيادات خاصه ومساجد وكنايس ونوادي ترفيهيه واماكن مخصصه للاطفال وبحيرات صناعيه ومساحات خضراء، طبعا بالاضافه لشبكات الكهرباء والميه والصرف الصحي. لو بتشتري عشان تسكن او تستثمر فخليني اقول لك ان ده انسب مكان، لان انت في موقع استراتيجي بتصميم من افخر التصميمات في اميز اللوكيشنز الموجوده في مصر. العائد على استثمارك في بادية متوقع ان هو يوصل من 8 ل 12% سنويا، ده غير الزياده السنويه طبعا بناء على لوكيشن الشقه او الفيلا، ده غير طبعا الطلب على الايجار. انت بتشتري شقه او فيلا في افخم الاماكن في مصر، وفي نفس الوقت مكان هادي قريب جدا للخدمات. يعني من المتوقع ان انت تكسب من 25 ل 95 الف في الشهر على حسب نوع الوحده السكنيه، والناس اللي بتستهدف ده معظمهم اجانب، يعني كده العائد بتاعك هيبقى يا بالدولار يا باليورو. في المراحل الجديده بنوفر لك التاون هاوسز بتبدا من اول 16 مليون، والستاند الون فيلا من اول 19 مليون، والبيمنت بلان 0% داون بيمنت واقساط على 10 سنين. بادية سلمت اكتر من 600 بيت. الدور عليك. كلمنا على ارقام SFR عشان نختار احسن عقد.